وايضا الدكتور ممدوح محمدي مدرب مع الفريق. ادي الهجمه من ناحيه اليمين واول ركنيه لسوهاج وخطره، يا سلام يا عبد الواحد، على طول يطلع الكره بقبضه ايده تطلع خارج الملعب، طلعها خارج منطقه جزائه. هنا معتز حامد يرجع ورا الايمن عبد الجواد ليبرو فريق سوهاج النهارده. عادل عبد الله قصيره قوي، احمد فيليكس القناص، احمد فيليكس وانفراد ومتخصص، والمتخصص احمد فيليكس يتقدم بخطأ قاتل من عادل عبد الله. احمد فيليكس في الدقيقه الثامنه استغل هنا الحقيقه الخطأ القاتل من عادل عبد الله اللي بيراقبه، واحمد فيليكس يعدي الكوره من ايمن عبد الجواد وينفرد بوليد عبد العزيز، وعلى طول هدف في الدقيقه التاسعه. احمد فيليكس يجيب ثالث اهدافه في الدوري العام نادي الزمالك. بقول لحضراتكم احمد فيليكس متخصص في التهديف في سوهاج. اول اهدافه مع الزمالك كان في مرمى سوهاج في الدور الاول، وجاب هدف في مرمى سوهاج ايضا في كاس مصر، وادي امامنا بيجيب ثالث اهدافه في الدوري العام المصري. احمد فيليكس لعبت له حلوه قوي من النجم حسام حسن اللي قطع الحقيقه من عادل عبد الله، وعدى بمهاره عاليه قوي من ايمن عبد الجواد ويحطها لوليد عبد العزيز على رجله الثابته ليتقدم. غزل المحله الاسبوع الماضي 1-0، واشتعلت المنافسه على قمه الدوري. مدحت عبد الهادي دفاع منطقه من لاعبي سوهاج في نص ملعبهم، لكن بدون ضغط على لاعبي نادي الزمالك. ادي التحرك من الحسن محمد في الجنب اليمين، الحسن لكن على طول قاطع ايمن عبد الجواد. استلام المره دي من اسامه حامد، بينطلق المره دي احمد السيد لكن يغطي على طول مدحت عبد الهادي. مدحت وفيها شيء من الثقه، على طول احمد السيد، اخطاء دفاعيه قاتله وانفراد اسامه حامد وفرصه التعادل، وبالفعل التعادل من خطا قاتل. يتعادل اسامه حامد هداف سوهاج، يجيب هدف التعادل. كره حلوه جدا الحقيقه من لاعبي سوهاج، يعني ضغط كويس قوي احمد السيد واستغل الخطا القاتل والثقه الزائده من مدحت عبد الهادي، ويلعبها على طول الخالي من الرقابه اللاعب اسامه حامد، ينجح في احراز هدف التعادل. ودي لمسه حلوه برضو الحقيقه من اللاعب رقم 18 السيد عيد، حطها حلوه قوي لاسامه حامد اللي يجيب هدفه الرابع لفريق سوهاج هذا الموسم. اسامه حامد يعني اصاب بعض اللاعبين بضغط نفسي، وبالتالي يعني اصحاب خبره، اللاعبين طبعا اصحاب خبره المفروض ما يتعرضوش للضغط النفسي دوت. في اهتزاز كده في مستوى بعض النجوم الكبار. محمد عبد الواحد نادي الزمالك، تغيير اتجاه وسط زحمه، فاتح له ناحيه اليمين اللاعب اللي امامنا محمد عبد الواحد، يعني على فكره لف كره حلوه قوي بوش رجله الخارجي وهدف جميل قوي. يعني اقول لحضراتكم ضحك على كل من في الملعب، كان فاتح له حلو قوي الحسن محمد ناحيه اليمين، ومحمد عبد الواحد احد القذائف الجميله له هدف في مرمى الجيش الرواندي في بطوله افريقيا. ومحمد عبد الواحد يعني يفرح الجماهير اللي امامنا في الملعب هنا في استاد القاهره، وهدف التقدم للزمالك 2-1 في الدقيقه كام؟ الدقيقه 19. محمد عبد الواحد شوف حضراتكم قدمه اليسرى، هي الكرة يعني خدعت وليد عبد العزيز، تصطدم بباطن العارضة، في باطن العارضة وسكنت شمال. أشرف قاسم المرقب ببرنس كرة القدم المصرية، واحد من أفضل اللاعبين في مركز قلب الدفاع. إبراهيم حسن يلعب على طول الكرة، والتحرك المرة دي من الحسن محمد معاه معتز حامد. الحسن يرجع ورا على طول لابراهيم، يلف كرة عرضية، يطلع المرة دي الثالث لنادي الزمالك. حسام حسن يحرز الهدف ال14 مع نادي الزمالك. حسام حسن يحرز الهدف ال14 والهدف الثالث للزمالك في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 30. لعيبة سوهاج وقفت على التسلل ورايحين اهو البشر بشير، وادي فرح جماهير الزمالك والمهاره العاليه من محمد صبري، حطها لاحمد فيليكس في مساحه ضيقه قوي، واحمد فيليكس يعني بمنتهى التعاون والروح الحلوه حطها لحسام حسن وتذكر الشمال. ادي ضغطه من حازم، وادي محمد صبري بسن الجزمه كده وسط زحمه، كان مغطي والله اللاعب ايمن عبد الجواد رقم 6، والمره دي حسام على طول يحط الكره في الشباك، والتقدم 3-1.
عبد الله. عادل عبد الله بيتقدم، وتغيير ملعب على طول ناحيه اللاعب البديل رقم 10 احمد خلف. محمد عبد الكريم سوهاج. الدقيقه 43 اعزائي متابعي قناه النيل رضا، 3-1 للزمالك في هذا اللقاء، الاسبوع 18 من الدوري العام المصري. على طول مدحت عبد الهادي يشوط الارض، مدحت توصل على طول احمد يحيى، محمد عبد الكريم، وابراهيم حسن يقفل المره دي ويطلع الكره الى خارج الملعب. واضح كابتن عصام بهيج بيحاول يخترق من الاجناب، استغلال تقدم ابراهيم حسن واستغلال محمد عبد الواحد ايضا المتقدم، وعشان كده بيثبت في الاطراف لاعبي سوهاج. اسامه حامد عدى بمهاره عاليه قوي وينفرد، وهدف رائع. اسامه حامد خد كره مهاره عاليه قوي، واخد حسام عبد المنعم ترقيصه ولمه في سنتي، واسامه حامد يجيب هدفه الثاني في هذا اللقاء وهدف سوهاج الثاني، وتبقى النتيجه 3-2 في الدقيقه 45. اسامه حامد هدف من طراز عالي قوي. اسامه حامد هدف مهاري واضح قوي، يعني الحصر على وجه جماهير نادي الزمالك، لان سوهاج الحقيقه دايما بتأدي اداء كبير. عدى من حسام عبد المنعم، مفيش تغطيه دفاعيه، وخروج من عبد الواحد والكره في الشباك. هدف رائع 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 لاسامه حامد. اسامه حامد لاعب البلديه الاسبق ولاعيب خبره. اسامه حامد على فكره كان اسامه حامد واكرم عبد المجيد نجوم كبار قوي. واضح هنا مقصوره استاد القاهره مش شايفين بعض لعيبه الزمالك. موسم الحقيقه وارتباطات نادي الزمالك الافريقيه وايضا كاس مصر والدوري، لكن المفروض اللاعبين دلوقتي يمكن في اعلى المستويات الفنيه في هذه الفتره. وادي البينيه واحمد السيد وانفراد والكره في المرمى. احمد السيد هدف التعادل، والتعادل وتمريره حلوه قوي من اللاعب رقم 27 شيكو، واحمد السيد نجم المباراه الاول. على طول الكره تصطدم بالقائم اليمين وتبقى الهدف الثالث و3-3، ويبدو ان 3-3 الماركه المسجله للقاءات الزمالك وسوهاج. والقلق والتوتر وعشر دقائق اعتقد هتبقى عصيبه هذه ال10 دقائق. ادي امامنا خروج من عبد الواحد وسط حراسه دفاع الزمالك المترهل، يتوغل اللاعب احمد السيد ويحط الكوره ويبقى 3-3. احمد السيد كل 3-3. ادي الكابتن عصام بهيج للقاءات الزمالك وسوهاج. والقلق والتوتر وعشر دقائق اعتقد هتبقى عصيبه هذه ال10 دقائق. ادي امامنا خروج من عبد الواحد وسط حراسه دفاع الزمالك المترهل، يتوغل اللاعب احمد السيد ويحط الكوره ويبقى 3-3.